والموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم كاينين 3 ديال المواضيع غادي نتحدثوا عليها باش ما نشد الوقت ديال حتى شي واحد، لانه الوقت ثمين للمتابعين الكرام. الموضوع الاول هو سبب زيارة لاعبين ريال مدريد للمغرب وبالضبط مدينة مراكش. الموضوع الثاني غادي نهضروا على الإعلام العار، يعني الجزائري الذي يتهم اللاعب فينيسيوس بالكولسة، وتصور هذا الإعلام ديال العار تا فينيسيوس دخلوا في الكولسة، ومن بعد غادي نعرفوا علاش. فينيسيوس لاعب مشاكس، لاعب مشاكل، لاعب لا يريد أن يبتعد عن الأضواء. إدارة ريال مدريد يا أمين منزعجة من لاعب اسمه فينيسيوس، عندوش عقلية احترافية كلاعب كرة قدم. هذا الموسم سيعيش واحدة من أسوأ الأيام في مسيرته الكروية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدا الإخوان تيقولوا لي بلي ما تبقاش دير ها والاخوان راه كنصور في مكان عام، يعني حدا الواد الناس كدوز، راه داكشي علاش كنديروها. راه الاطفال هنا كندوزو، ما كنبغيش نشد بنادم بالكاميرا وكنحبس الكاميرا قبل ما يدوز شي واحد، داكشي علاش كنديرها. راه الناس كاينين هنايا والاطفال كيدوزو والعيالات، داكشي علاش بدايه. والموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم كاينين 3 ديال المواضيع غادي نتحدثوا عليها باش ما نشد الوقت ديال حتى شي واحد، لانه الوقت ثمين للمتابعين الكرام. الموضوع الاول هو سبب زيارة لاعبين ريال مدريد للمغرب وبالضبط مدينة مراكش. الموضوع الثاني غادي نهضروا على الإعلام العار، يعني الجزائري الذي يتهم اللاعب فينيسيوس بالكولسة، وتصور هذا الإعلام ديال العار تا فينيسيوس دخلوا في الكولسة، ومن بعد غادي نعرفوا علاش. والترويج للمغرب ومهاجمته، هم يهاجمونه بطريقة هستيرية. الموضوع الثالث، نفس الإعلام العار يتكلم باستهزاء عن تنظيم المقبل لكأس إفريقيا بالمغرب، والمغرب يطبق مقولة القافلة تسير والكلاب تنبح. استقبال درنا لهم كل هذه افريقيا هذه، ولكن في اخر المطاف تبقى الجزائر الافارقه. في الجزائر تم تحرر البلدان الافريقيه، في الجزائر التي احتضنت كل البلدان الافريقيه، ليس بالنكبه وليس بالخيبه وليس بالخساره، لأن الجزائر اكبر بكثير على تنظيم منافسه قاريه اقليميه، ولكن لابد من حفظ الدرس وحفظ الدروس اللي لم نحفظها كثيرا. الموضوع الثالث كما قلنا هو مهاجمة المغرب وحسده على حصوله على شرف تنظيم كأس إفريقيا المقبلة، علما أن الجزائر نظمت كأس إفريقيا النسخة ما قبل الماضية، ولم يتدخل المغرب في شؤون الدولة الجزائرية بتاتا. محاولات يائسة مؤسفة من بلد مستعمر يستعمل الرياضة لأغراض سياسية عدائية ومغرضة لإفساد هذا المحفل الكروي. وفي ظل هذا الترابط الأخوي يوجد للأسف اسم المغرب، هذا البلد المستعمر، بلد الشر والبغض، يحاول إفساد هذا الحفل الكروي القاري المتميز من خلال منع كوديفوار من تحقيق أي نجاح لهذه الطبعة حتى لا تغطي على الدورة القادمة المنتظرة في بلد المخزن. هذا هو الفرق. انتم نظمتوا الدوره ديالكم، ما كانش اللي يتدخل فيكم، بالعكس انتم منظمين وكتفتخروا وكتمسوا يعني الدول المجاوره الى اخره. اذا اخواني، قبل ان نتكلم عن زياره لاعبين ريال مدريد وعلى راسهم النجم فينيسيوس والسبب الرئيسي الذي بسببه هم هنا في المغرب وبالضبط مدينه مراكش الحمراء، مركز السياحه العالمي، كما نعلم ويعلم الجميع بأن عاصمة السياحة يعني في شمال إفريقيا هي مراكش. فرح من فرح وكره من كره. العاصمة ديال السياحة في شمال إفريقيا هي مدينة مراكش الحمراء. ما كنشوفوش النجوم ولا الممثلين كيمشيو للدولة ديال هذا الإعلام العار. علاش الناس ما كيجيوش عندهم؟ لحقاش نتوما ما عندكمش مستوى. كنهضر على إعلام الناس المسؤولين، يعني المسؤولين نظموا، عوض ما تبقاو الكولسه. المغرب فعل، المغرب دار لينا، المغرب وقف لينا شوكه في الطريق، احنا كنا بغينا نديرو لولا تدخل المغرب كيدخل بلا 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 الى اخره. لذلك اخواني غادي نقولوا بانه غادي نتكلموا على اعلام العار والمسخره، يعني اللي كنقصد به هو الاعلام الجزائري، عملاء شنقريحه. اما تبون مسكين عبيدق كما قلنا، اعلام العار يقول المغرب بلد المخزن،
وكان يتحدث على الكوت ديفوار ألا ينصاع إلى المغرب، لكن ما شاهدناه في نهاية كأس إفريقيا يرد على إعلام العار. يا إخواني، حيث كما لاحظنا وشفنا الجماهير الإيفوارية في لاكوب دافريك اللي تنظمت في الجزائر، الجماهير والصحافة والإعلام تقول لك بأنه الجماهير الإيفوارية مع الجزائر والمغاربة وما تبقاو تسوقوا وتشجعوا. وملي شفنا التنظيم ديال لاكوب ديفوار في هذه النسخه هذه الاخيره، شفتوا كيفاش ياك ما تدخلناش، غتقول عاوتاني الكولاسه دخلنا عاوتاني الجمهور، حنا دخلنا عند الجماهير واحد بواحد، بيت زانكا زانكا، قلنا لهم كبروا بالمغرب. راه المغرب يكبر راسو براسو، او كما قلنا في الفيديو السابق بانه المغرب كيخلي الشعوب والدول الاخرى تحبوا، يعني بالاراده ديالو وبالاعمال اللي كيقوم بها المغرب تجاه تلك البلدان. لذلك يا اعلام العار ما تبقاوش طبلوا كما قلتوا على النجم فينيسيوس الكولاسه يشهر المغرب، جاب وعلاش جاب بالضبط في هذه الوقيته هذه. والسي الاعلام العار، قبل ما تقولوا واحد الخبر شوفوا ما وراء الخبر، ما وراء الخبر وحلوا عاد تقدموا. دابا نتوما كتهضروا كتطوطوا بلا ما تعرفوا. اللاعبين ديال الريال مدريد جاو بمناسبة زفاف أخت إبراهيم دياز، جاو بمناسبة زفاف المدريدي إبراهيم دياز، أختو غادي تتزوج في مراكش، اختباط داكشي علاش عرض على الأصدقاء ديالو وجاو لمراكش، وجاو لقاو مراكش ولقاو المغرب يعني بالجماهير ديالو كترحب بهم وكتشجعهم يعني وكتحبهم. هذا هو اللي كيخلي المغرب كيخلي البلدان الاخرى والنجوم والممثلين كيبغيو المغرب، يعني لانه الشعب المغربي يرحب بجميع الاجناس والاطياف، ومهما كانت المغاربه يرحبون بالذين ياتون من الخارج كالسياحه وما الى ذلك. قبل ما تطوطوا وتطبلوا، النجم فينيسيوس جاء خصيصا لحضور زفاف صديقه في ريال مدريد إبراهيم دياز. هي المعلومه خذوها، ما تبقاوش تلعبوا بالمصطلحات. وندوزوا الموضوع الثالث هو مهاجمه المغرب وحسده على حصوله على شرف تنظيم كأس افريقيا المقبل، علما ان الجزائر نظمت كأس افريقيا النسخه ما قبل الماضيه ولم يتدخل المغرب في شؤون الدوله الجزائريه بتاتا. بلجنه الكاف التي جاءت لمعاينه الملاعب، ولكن بطريقه اثارت استهتار ونرفزت الكثيرون خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هي لجنة ألمانية يقولون بأن لها فرع في المغرب طبعا، وما يحدث طبعا من كولسة وخلبطة طبعا لاحتضان كان 2025. كما عرفنا بأنه الإعلام الجزائري كيهاجم كل ما يخص الرياضة في المغرب والمسؤولين المغاربة المسؤولين عن الرياضة في المغرب، كما تنعرفوا بالكولاسة والقوجعة وما إلى ذلك. لذلك تنقولوا الإخوان ديالنا حنا راه انضمنا لكوب دافريك ولا حصلنا على هذا الشرف ديال التنظيم بالعمل الجاد، بناء ملاعب حديثة وليزوطيل يعني عالمية، ويعني البنية التحتية والمناطق السياحية وأماكن للترفيه. يعني عندما يأتي سائح إلى المغرب يجد كل ما يريده سوف يجده هنا بالمغرب. لذلك أنتم أيضا يجب عليكم، أنتم بلد غني، عندكم النفط، عندكم يعني الغاز، وعندكم يعني الثروات وما كتستغلوهاش وكتبقاو تضربوها في الطاسة والقرطاسة. لذلك شوفوا البلد ديالكم وصوبوا البنية التحتية وصوبوا الملاعب وجهزوا لراسكم باش تنظموا كأس العالم. ها هو المغرب غادي ينظم كأس العالم القادم بالمجهود وبالإمكانيات البسيطة اللي عند المغرب، قدر أنه يوصل لهذا المستوى هذا. لو كون كانت يعني الامكانيات اللي كانت عند الجزائر، يعني الثروات ديال الغاز والنفط عند المغرب، لكان اصبح ثالث عالميا او رابع عالميا وراء الولايات المتحده الامريكيه والمانيا والصين وما الى ذلك. نحن لدينا إمكانيات بسيطة والحمد لله وصلنا إلى هذه المرتبة، يعني تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم. يعني هذا هو اللي كيبين لك بأنه الدولة والناس المسؤولين عن الدولة غاديين في المسار الصحيح تصاعديا ماشي تنازليا بحال الجزائر.
إلا جينا نشوفوا الجزائر قديما سوف نجد أن الجزائر أحسن بكثير مما هي عليه الآن، في حكم عهد هؤلاء السكرة إن صح التعبير، المدوخين يعني اللي كيتقرقبوا يستعملوا يعني المخدرات، يعني الغيبوبة. الناس هادو شداتهم الغيبوبة. وإلى هذا الحد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.